اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال. ايه رايكم بقى؟ عملنا صينيه رقاق باللحمه المفرومه حلوه جدا. يعني ممكن تعمليه بالرقاق الطري او بالرقاق الناشف. بصوا يعني انا بصراحه حاساه جلاش، يعني مفيش اختلاف بينه وبين الجلاش. بصوا زي ما انتم شايفين شكله حلو جدا وكان طري جدا. وبصراحه يعني الفكره حلوه جدا، انا بحب اعمله على البوتاجاز بيطلع معايا احلى. واطرى كمان، وبحس يعني ان انا بتمكن فيه اكتر يعني ما اعمله في الفرن. لو لسه اول مره بقى بتشوفيني متنسيش تعملي بقى لايك حلو زي كده للفيديو، لان طبعا اللايك مهم للفيديو جدا. وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وكل الوصفات اللي انا بقدمها توصل لكم ان شاء الله. الفيديوهات تعجبكم والوصفات اللي انا بقدمها تعجبكم. خشوا كده خدوا لفه في القناه، ويا رب اكون خفيفه على قلوبكم والوصفات بتاعتي تعجبكم. بصوا زي ما انتم شايفين ما شاء الله صينيه الجلاش الرقاق، انا مصممه ان هو جلاش لان هو عامل زي الجلاش بالظبط. صينيه الرقاق طلعت حلوه جدا معانا واحلى بقى من الفرن، وبتبقى طريه وجميله بصراحه، بحبها قوي اعملها على البوتاجاز، الفرن بينشفه. فشوفوا بقى معايا الطريقه ويلا نسمي ليه. هنبدا هنا بالعصاج بتاع اللحمه. قطعت معايا 3 بصلات حلوين كده كبار على نص كيلو لحمه. بس انا هقول لكم يعني انا ما عملتش بكميه اللحمه كلها بصراحه، هقول لكم اوريكم في الفيديو. جبت معايا هنا معلقه سمنه بلدي او اي سمنه اللي انتي تحبيه، وحبه زيت، وحطيت بتاع 3 بصلات كبار كده مقطعوهم، او تعمليهم في المفرمه زي ما انتي ما بتحبي يعني. بس هنا بقى ده فلفل انا مقطعاه معايا، وهنا البهارات بتاعتي سماق وفلفل اسمر وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وملح، ومن كل ده من كل حاجه فيهم معلقه صغيره. تمام. وحطيت كمان معلقه صغيره بهارات لحمه، بس انا كنت نسيت احطها مع البهارات دي فحطيتها بعدين. بس قلبت بس البصل تقلبتين بس كده على النار، مجرد ان هو بس سخن، واروح قلب عليه اللحمه على طول. انا اللحمه كانت في الفريزر وكنت مطلعاها من قبلها بشويه، ففكت نص يعني بس كده، بس عادي مفيش مشكله حتى لو اللحمه مجمده معاكي مفكتش خالص. طلعيها حطيها على البوتاجاز على طول وهدي عليها النار وغطيها، وكل شويه قلبيها هتلاقيها استوت معاكي على طول، مش هتاخد معاكي وقت. بس هنا بقى انا قلبت البصل شويه وبعد كده نزلت باللحمه. هقعد بقى احاول افكك في اللحمه كده علشان خاطر ايه تفك معايا، لان هي اصلا فك يعني 3/4 يعني، مش متجمده قوي يعني، فاهمين؟ بس فقلبها بقى شويه. عايزه تحطي في الاول اللحمه العصاق ده، بصي كل واحد وطريقته زي ما تحبي. ممكن في الاول تحطي اللحمه تقلبيها شويه، واول ما تفك تنزلي عليها بالبصل. ممكن تقلبي اللحمه والبصل، لو اللحمه فكه معاكي تقلبيها هي والبصل مع بعض كده من غير بوتاجاز، وبعد كده تحطيهم على الاتنين على البوتاجاز تمام، ما فيش مشكله يعني. كل واحد ويعمل الطريقه اللي تريحه. بس هنا بقى حطيت معلقه توم صغيره، يعني حوالي 3 فصوص توم كده مفرومين معايا، او مهروسين زي ما تحبي. واروح حطها. عايزه اقول لكم بقى اول ما بتحطي التوم اللحمه بتديها ريحه رهيبه، بيخلي ريحه اللحمه معاكي حلوه جدا، مش محتاجه اي حاجه تاني بصراحه. بحب احط التوم او في عصاج الجلاش وعصاج الرقاق. بس انما مكرونه بشاميل لا مش بحط لها. بس هنا بقى اروح نازله بالبهارات بتاعتي اللي انا قلت لكم عليها، توم باودر وبصل باودر وبابريكا وسماق وفلفل اسمر وملح. من كل حاجه معلقه صغيره. تمام. وحطيت معلقه كمان صغيره بهارات لحمه، هحطها دلوقتي معاكم لان انا كنت نسيت احطها مع البهارات، فهحطها دلوقتي مفيش مشكله. عايزه اقول لكم البهارات دي هي اللي بتدي طعم للعصاج بتاع اللحمه حلوه جدا. يعني البهارات دي اساسيه، والسماق يا جماعه في اللحمه طعمه خطير، جربوه. ويعني شوفوا طعمه بيبقى عامل ازاي، جربوا العصاج اللحمه بالطريقه دي وشوفوا بيبقى طعمه عامل ازاي. كده خلاص اللحمه كانت داخله في سوا. انا طبعا شوحتها على النار شويه بتاع 10 دقايق كده على ما فكت، وقلبتها لحد ما لقيتها فرفطت كده معايا خالص وفكت، وده ابتدت تخش في السوا. رحت حاطه لها بقى الثوم والبهارات بتاعتي، قلبتها بيها شويه، وبعد كده رحت نازله عليها ايه الفلفل ده في الاخر خالص، يعني ايه اخر 5 دقايق من تسويه اللحمه تروحي نازله بالفلفل. لو عندك فلفل الوان حط لها تمام مفيش مشكله، برضو قيمه غذائيه عاليه وهيديها طعم حلو جدا. بس انا ما حبيتش اطول عليكم الفيديو قوي يعني، فايه حاولت اختصر يعني على قد ما اقدر. بس هنا بقى انا كنت خلاص طفيت عليها وشلتها بقى ركنتها على جنب. تمام. هنا بقى الصينيه اللي هعمل فيها الرق بتاعي، انا هعمل بالرق الناشف. لو هتعملي بالرق الطري بنفس الطريقه، بس الرق الطري مش بنبله قوي في الشوربه، يعني بصوا مسافه ما بنحطه ونطلعه في ساعتها، ومش بتخلي دي شوربه. بس انا طبعا كنت غليها وقلبتها في الطبق.
ده للرقاق الناشف. انما لو رقاق طري ما تسخنيش الشوربه، تمام. اللي هو بصي حطيه وطلعيها في ثواني ان شاء الله، حتى ما تتعملش كلها، ما تتبلش كلها، مش مهم. ده يا جماعه للرقاق الطري. ده بقى هنا انا ايه، حطيت معلقه سمنه، يعني معلقه حلوه كده من السمنه. اهم حاجه في الارضيه بتاعه الرقاق في بدايه الصينيه تحطي معلقه سمنه حلوه يعني كبيره، اللي هو ايه عشان خاطر لما تيجي تعملي الرقاق ما يلزقش منك، تمام. بص انا كده كنت سيحتها، سخنت بس الصينيه لثواني، سيحت السمنه وطفيت عليها، وقبل ما احط الرقاق بروح ملفه الصينيه كلها علشان خاطر السمنه تيجي في ايه، في الصينيه كلها، علشان ما تبقاش عامله لازقه حته وحته، تمام. بس وهحط بقى الرقاق التانية، انا هعمل 3 تحت و3 فوق. الرقاق لو كل ما يبقى سمكه رفيع بيبقى احلى معاكي، تمام، عشان ما يبقاش معجن من جوه، يبقى عجين. ما يعني عايز تعملي 4 و4 برضو اللي يريحك، بس يعني ما تزوديش عن كده. بس انا يعني بحب لما اعمله هحط 3 من تحت و3 من فوق، يعني الصينيه بتاخد معايا 6، بتطلع الرقاقية حلوه كده وسمكها حلو. بس انا حطيت اول واحده، وزي ما انتم ما شايفين الصينيه طبعا ما شاء الله كبيره، برضو على حسب صينيتك. انا هنا الصينيه بتاعتي كانت كبيره عن الرقاقه، فبحط بقى ايه، بظبط، بحط واحده كده واجيب حته قصادها الناحيه التانية، بحيث ان انا اكمل في الصف واحده، في اول واحده من تحت احط واحده، فاهمين. حطيت واحده وجيت التاني واحده رحت حطيتها قصادها الناحيه التانية، لقيت ناقص منها حته رحت مكملها الحته التانية، فاهمين يعني. المهم ايه، بحط طبقه كامله من الرقاقه، بكمل من حته لحته. يعني متقوليش مثلا الرقاق مكسر عندك فمش هينفع، لا طبعا عادي هينفع جدا، مفيش مشكله، بنكمل بيه الصينيه، فاهمين. وبحط له مثلا ايه اللحم، الشوربه بتاعتي مش سخنه قوي، هي طبعا مع الوقت بتبرد على طول، فانا مش عايزه اخليه يبقى مبلول قوي او سخن قوي، علشان خاطر ما يطراش معايا ويلزق مني في الصينيه. هو كده كده هيطرى على بعضه لما تحطوه. بس ممكن بقى لو حطيتيه وحسيتي ان لسه في حته ناشفه ممكن تحطي لها شويه شوربه صغيرين خالص، بس بحيث ان انتي ايه تطريه، وحاولي على قد ما تقدري تكبسيه على بعض وتدوسي عليه تكبسيه على بعض. بس ودي بقى انا قسمت اللحمه معايا نصين، شلت منها نص في الفريزر، قلت برضو ده كان نص كيلو معايا، فيعتبر الصينيه خدت معايا ربع مفروم. لو هتعملي صينيتين هياخدوا معاكي النص مفروم، حلو جدا. هيبقى الكمية حلوة. يعني انا بقى عشان كنت هعمل صينية واحدة، فرحت شلت بقى نص، قسمت المفروم لنصين، شلت ربع في الفريزر، قلت في يوم تاني ابقى اطلعه واعمل بيه اي حاجة، صينية مسقعة، صينية جلاش، صينية اي حاجة. والربع ده انا عملت بيه صينية الجلاش الرقاق. انا مصممة ان هو جلاش لان في الاخر بصراحة كان شكله حلو قوي، كان طعمه جميل جدا. يعني جربوه بالطريقة يا جماعة، بالطريقة دي طريقة حلوة جدا والله، يعني متقلقوش. يلا بقى ما تنسوش، لو نسيتي تحطي اللايك ما تنسيش تحطي لايك حلو زي كده، لان انتوا عارفين طبعا اللايك مهم للفيديو. ما تنسوش بقى تعملوا مشاركة للفيديو، تعملوا اشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش معايا. ونكبر بقى عيلتنا كده وتبقى عيلة جميلة بيكو. ربنا يخليكوا ليا يا رب، وما يحرمنيش منكم ابدا، اخواتي وحبايبي. بس هنا بقى بصوا انا كنت بوريكم اهو، حطيت مثلا الرقايه الصغيره ما كملتش الصينيه، بروح جايبه حته تاني مكمله بقيه الحته التانية، بحيث ان انا لما احط طبقه كامله من تحت تبقى الطبقه كلها كامله. هكمل بقى بحتت الرقايه اللي عندي اللي متكسر، متقلقيش طبعا، يعني مفيش مشكله. اهم حاجه من تحت ومن فوق تبقى الواحده كامله. حطي بقى في النص المكسر عندك، يعني لو مثلا رقايه مكسوره نصين مفيش مشكله، حطيها كملي بيها الصينيه، كده كده مش هتبين، فاهمين. اهم حاجه بس تبقى من تحت واحده كامله ومن فوق واحده كامله، وتحاولوا تظبطوها ليه، عشان لما تيجي تحمريها من تحت وتيجي تقلبيها على الوش التاني تبقى تبقى هي الصينيه ماسكه نفسها. انما طبعا اللي في النص ده عادي، يعني مفيش مشكله، كده كده مش باين. بصوا بحاول بس ايه اكبس كده بايدي. انا طبعا يعني متقلقوش يا جماعه، والله انا ايدي نضيفه. قبل دايما ما بعمل اي اكل بغسلها على طول، يعني بطهر ايدي قبل ما احط ايدي في اي حاجه. بس انما بقى لو لحمه فراخ الكلام ده بلبس بصراحه قلفظات، يا اما بغسل ايدي على طول بالصابون، يعني ما بخليش بصراحه، لان الحاجه دي انا بهتم بيها قوي، مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من نظافه ايدينا، فخصوصا احنا بنعمل الاكل والكلام ده. بس هنا انا كنت خلاص خلصت بقى، قلنا حطينا 3 رقاق تحت و3 فوق. بس حطيتها بقى، ولقت عليها البوتاجاز، وهديت بقى عليها النار اللي هو نار متوسطه، ولا عاليه ولا واطيه، تمام. بصوا بقى هفضل، شايفين انتوا الحروف بتعمل من السمنه، بتفضل بتعمل زي بقلاله كده. هفضل بقى، بصوا انا جبت حرف الصينيه على البوتاجاز، هفضل بقى كل شويه الف في الصينيه، وهحاول على قد ما اقدر ان انا افرغ الحروف ليه، علشان خاطر ما تلزقش.
واحنا طبعا متفقين ان احنا ما بليناش الرق او في الشوربه. لو بليتيه او في الشوربه وجيتي حطيتيه على السمنه والشوربه دخلت منك جت منك في قلب السمنه في الصينيه من تحت، الرق هيلزق منك على طول. يعني خدوا بالكم من الحته دي، فاهمين؟ يعني انا اول واحده ببلها كده على طول وبروح حطها في الصينيه من تحت. بحاول على قد ما اقدر ان انا ما بلهاش قوي عشان خاطر او ما اجيبش شوربه من على السمنه من تحت عشان خاطر الصينيه هتلزق، الرق هيلزق معايا في الصينيه، فاهمين؟ بس هحاول بقى. بصوا زي ما انتم شايفين ما شاء الله مش لازقه معايا خالص. وده برضو اهم حاجه، تحطي معلقه سمنه، يعني معلقه حلوه كده محترمه، اللي هو ايه، ما تحطيش حته صغيره وخلاص وتقولي هتبقى تقيله، لا كده كده الرقاق بيحب السمنه يعني. بصوا بحاول على قد ما اقدر من الحروف كلها ان انا ايه افرغها كده وابعدها عن الصينيه. ولو حسيتي مثلا ان في حته لازقه شويه، تروحي جايبه السمن كده زي ما انا ما عملت وتروحي حطاها في الحروف كده، وتحاولي بقى ايه تفكي الرقاق كده في الحته اللازقه دي، تحاولي تبعديها عن الصينيه، هتلاقيها فكت معاكي على طول. السمنه طبعا ايه هيديها كمان لون حلو من تحت وهيبقى طعمه كمان حلو. بصوا فكت خلاص معايا قوام، كانت هي حته واحده بس اللي لازقه. انا بقى بحاول ايه، بص بفضل بجيب الحرف كده وبفضل الف في الصينيه حبه بحبه. ليه؟ علشان خاطر لو انا سبتها من النص بس، الحته اللي من النص بس هي اللي هتلاقيها استوت معاكي واحمرت، وانما بقيه الحروف دي مش هتلاقيها احمرت معاكي. فايه انا بهدي النار كده عليها، بخليها نار متوسطه وافضل ايه الف فيها الف فيها. لما بقى ايه برفع الحروف بتاعتها وبلاقيها خلاص ان هي احمرت معايا، بروح جايبه بقى معايا صينيه تاني تكون اكبر منها، فاهمين؟ زي ما انتم ما شفتوا كده، واروح حاطه بقى معلقه سمنه حلوه، اروح قلبيها بقى على طول. بس اهم حاجه خلوش الصينيه الرواق على الصينيه او على الغطا او على الحاجه اللي انتوا شيلتوا عليها يقعد كتير عليها على الوش ده. ليه؟ هيروح لازق منك على طول في الصينيه، لان هو طبعا بيبقى وشه طري. وده برضو انا يعني ايه، بصوا على قد ما اقدر ما كنتش بخليه الشوربه سخنه قوي وما خليت شربتوش قوي، اللي هو شربته بسيط، فعشان كده الوش بتاعه كانش طري قوي، فما لزقش معايا في الصينيه. اول ما اقلبه على طول اروح حاطه السمنه على طول في الصينيه واروح قلبه ايه، اروح محركه الصينيه زي ما انتم ما شفتوها كده، واروح منزلها على طول في الصينيه تاني، واظبط بقى الحروف بتاعتها. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله واخده لون حلو جدا، اكيد يعني مش محتاجه كلام. وشها مقرمش جدا، الحرف بتاعها ده كله، الوش بتاعها ده كله مقرمش جدا. طبعا بقى خلاص مش هتلزق معانا. اهم حاجه ان انتي لما تظبطيها في الاول قبل ما تقلبيها خلاص مش هتلزق معاكي تاني. واحنا حطينا لها معلقه سمنه حلوه كده على طول زي ما انتم ما شفتوا، ورحت على طول قلبه منزله عليها ورحت منزله عليها الرق على طول. بس هفضل بقى اسويها زي التانية بالظبط، هفضل بقى ايه الف كل شويه فيها، الف كل شويه فيها، واشوف لو في حته مثلا حاسه ان هي محتاجه حته سمنه اروح مديها حته سمنه صغيره، الحروف محتاجه سمنه انزل لها سمنه من الحروف كده، وافضل بصوا بقى متابعاها. واهم حاجه تكوني مخليه النار اللي هو ايه اقل من الوسط شويه. ليه؟ علشان ما تتحرقش معاكي على طول. يعني احنا عايزين نديها لون حلو كده زي ما انتم ما شايفين، بس اهم حاجه ايه كل الصينيه تاخد نفس اللون. واهم حاجه ان انا افضل الف فيها شويه. هنا كانت خلاص ما شاء الله استوت معايا. اول ما تستوي طبعا ده كله ناشف ومقرمش، بروح مغطياها 5 دقايق كده او 10 دقايق. يعني المهم ان انا اغطيها شويه تحتفظ بالسخونيه بتاعتها، والوش بتاعها ده كله ايه يطرى معايا عشان لما اجي اقطعها تبقى حلوه. بصوا بقى كنت بوريكم ان هي كانت ما شاء الله طريه وجميله. بجد انتوا قولوا لي بقى رايكم. لو الفيديو عجبكم بقى تنسوش تعملوا لايك وتعملوا كومنت حلو زيكم كده، وتشتركوا بقى معايا في القناه عشان تشوفوا الوصفات التانية. ان شاء الله هعمل وصفات حلوه كتيره، بس هي تنسوش بقى انتوا حبايبي تشتركوا بقى معايا في القناه كده عشان عيلتنا تكبر بيكم. بس بصوا بقى انا هنا كنت بقطعه وكان ما شاء الله طري جدا وكان جميل. وقطعته بقى خلاص، انا اهم حاجه ان انا غطيته شويه اول ما طلع عشان اعرف اقطعه كده. بس بصوا بقى ما شاء الله فوق وشه زي ظهره فوق زي تحت ما شاء الله يعني. بصوا كان واخد تحميرة حلوة جدا. ده كمان يعني اللون كان حلو جدا والله، على الطبيعة احلى من التصوير كمان. يا رب الفيديو يعجبكم، وان شاء الله بقى استناكم تجربوا طريقة الرواق دي وتقولوا لي رايكم ايه. بس بجد والله يا جماعه يعني انا حاسه ان هي احلى من الفرن. يعني انا لما بحطه في الفرن يعني عادي ممكن اعمله واحطه في الفرن واريح دماغي، بس بصراحه مش بحس النتيجه بتطلع حلوه زي كده. مش بياخد نفس اللون الحلو دون وبينشف في الفرن جدا. لا مش بحس ان هو بيطلع بصراحه حلو زي البوتاجاز. يعني انا العيد ده في العيد الاضحى اللي احنا كنا لسه كان خلصان ده عملتها كذا مره بصراحه، فكانت حلوه جدا يعني عجبتني وعجبت كل اللي داق منها.
بس هنا انا بقى كنت قطعت الصينيه كلها وحطيتها بقى في الطبق كده، وقعدنا بقى ايه في الصينيه قصدي، وقعدنا بقى اكلناها كده زي ما هي. بصوا والله يا جماعه ما كلناش معاها اي حاجه خالص، غير بس جبنا كيس شيبسي معاها وكلناها، وكانت حلوه جدا وشبعتنا. يا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.